لا تعتقد دين الروافض، إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان سالكتان في سبل الهدى بدمي ونفسي ذلك الفئتان، فئتان عقدهما شريعة أحمد لله، فئتان عقدهما شريعة أحمد وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان، وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. بنتاهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان، أبواهما أسمى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما بفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان. والله الله كان ما داير، لو كانوا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما كويسين والله الله ما يوفقني ندفن جنب الرسول مدى الحياة. ما ممكن يدفن جنبه إلا طاهر. شرف النبي حماية النبي تقضي ذلك. انت لو قلت الناس المدفونين جنبه ده الكعبين معناه رسول الله ده ما عنده معجزة ولا عنده كرامة ولا عنده حفظ عند الله. من حفظ الله ألا يدفن بالقرب منه إلا أبا بكر وعمر، شاء الناس أم أبوا، وهما وبقربه في القبر مضطجعان، كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان. أسماهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، أصفاهما أسناهما أزكاهما أخشاهما في السر والإعلان. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، أوليس والدها يصافي بعدها وهما بروح الله مؤتلفان. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول، وركنه ليث الحروب منازل الأقران. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني. أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد السبطان. غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع. نسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين.